أعزائي المصداقية اليوم عملة نادرة، يعني مو أي واحد يقول لك شيء تصدقه. سوالفنا على روتانا اف ام موثوقة. سواليف مع أحمد الحامل، خالد عبد العزيز ومنال على روتانا اف ام. سواليف. مقاعد طائرة تتوسع حسب حجم الركاب. نصيحة مني، رجال لا ترتبطي بهم. وضيف حلقة سواليف اليوم هو خالد عبد العزيز. وهاشتاج اليوم أنا أستغرب من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج سواليف. راح نصحبكم لمدة ساعتين إن شاء الله أنها تعجبكم. طبعا حلقتنا اليوم مميزة أكيد بحضور السمي جدا. هذه أجمل التحايا من أحمد الحامد ومنال ناصر وأنا خالد عبد العزيز في التقديم، سيف في الهندسة الصوتية، وهدى السهو من الإعداد. مساك الله بالخير يا أبو وليد. مساء الخير يا منال. مساء النور. هلا وسهلا، مساكم الله بالخير. وأيضا مساء النور للخالدين مع بعض. للخالدين حي أيضا ضيفنا العزيز أخونا خالد عبد العزيز، أحد نجوم الكوميديا، من الشباب الجدد اللي استطاعوا أنهم يزرعون البسمة على الكثير من الشفاه من المتابعين خصوصا عبر اليوتيوب. حياك الله يا خالد. هلا والله وسهلا، حياك الله، مسي عليكم ومسي على المستمعين الكرام. الله يمسيك بالنور. مساء النور. مساء النور. اهلا وسهلا. طبعا انا قاعد اقنع خالد لي ساعه اني يغير اسمه عشان ما نقدر نتزاحم انا وياه على نفس الاسم. لكن لحظة، ليش انت ما بتغير اسمك؟ انا ما بغير اسمي. ليه هو بده يغير اسمه؟ ببساطه يعني قاعد احاول اقنع. ليه ما تغير اسمه؟ لا هو واسطه، هو ماخذها واسطه الموضوع. انا قايل ادفعني يعني. لا خلي هو يغير اسمه وانت خليك على اسمك. لا انا على اسمي على طول، هو اللي ماخذها واسطه. قلت له ادفع فلوس على الموضوع. طبعا نرحب فيك في اذاعه روتانا اف ام، نورتنا ونشكرك انك قبلت الدعوه معنا يا ابو خلود. حبيبي اهلا وسهلا وتشرفت فيك. طبعا نبغى نسمع شيء مستمعين. اليوم إن شاء الله راح ندردش مع خالد وأيضا كثير من المواضيع أنا أعتقد اليوم شو رأيكم اليوم نخلي خالد المذيع على جنب ونحكي مع خالد الضيف؟ والله خالد الضيف على عيني وراسي، بس أنا أبو وليد بالنسبة لي خالد المقدم البرامج. احنا دائما نقول لك انت وردة البرنامج، صح؟ طيب يبقى هذا البرنامج كله. الله يا حبيبي والله يا ابو متعب. شوف انت يعني دائما تاخذين. لا اطلعي منا. اطلعي منا. طيب انا بسمعكم حاجه انتم والمستمعين ونرجع. أديد خلص زواج طبعا يبدأ الشغل هنا حاولوا تشغلون خيالكم معي، أنا مشغل خيالي طبعا. متخيل كذا يعني الأم تلقاها تاخذ دور المدرب، أنواع التوجيه خطط ما فيه حبيبي. الأم تقلب مورينيو. شوف من اللي أمهاتهم عندهم عيال على وجه زواج، هذا ثم يبدأ التوجيه. تبدأ توجه كل بنت عند دعاية، هذا عنده دكتور، ذي ولدها على وجه زواج، ما حد دفتر. تيجي تعطيهم الخطة ثم تطبوا بالبنت، تلقى الأم ما فيه توجيه ومهتومة. عاد تجيك البنت البقرة وتحوقها، ترقص وتشرح الأغنية. يا ساتر، غرق الغرقان اكثر. لا وتسبح ولم ماسكه راسها ومعها مويه وتدبها ورا. تبديل تاشر الطقاقه طبعا توقف في تبديل، تنادي واحده تسخن هناك مفهم متوتر، خسرت تبديل طبعا. الوضع انفضح عندهم، ما في الانضباطيه لازم في الزواج. وانا ما يقهرني الا اذا جت الطقاقه وغنت لاهل العروس ولاهل المعرس كل اهل فلان، تحس انك رامي الديناميت في القاعه. ينزل لك رقص وما في توافق عضلي عصبي، تلقاها من هبله. اهدي، فضحت العائله اصلا عندي بالرق. حاولوا تهدين، عاد تقدرون تشغلونها في بيتكم، تسمعونها على رواق وتسوون طقوسكم العائله الافريقيه هذه. تجيك ساعه الحقيقه حقت الزواجات، اذا دخل الرجال تسمع صوت وزفة غريبة، تحس داخل الدنتيكر. سواليف مع أحمد الحامل، خالد عبد العزيز ومنال. سواليف.
حلو يعطيك العافيه. والله سكتش حلو الحقيقه. يعطيك العافيه يا ابو وليد. الله يعافيك حبيبي. خالد سكتش رائع والله رحمكم انه طفوا لي المايك لانه كانت ضحكتي ما بعرف لوين وصلت. الله يعافيك. طيب قبل ما نبدا حوارنا وقبل ما نبدا فقراتنا واخبارنا، طبعا اليوم خالد عبد العزيز. شوف خلينا نتفق من الحين. حلو. انا خالد عبد العزيز. وانا انت ابو ايش؟ ابو عبد العزيز. ابو في موضوع لا يا حبيبي ماني بنسحب انا. طيب. انا ابو عبد العزيز اليوم، واليوم خالد عبد العزيز هو ضيفنا. راح يكون معانا على مدار الحلقه، راح ندردش معاه وراح يقرا معنا اخبارنا، راح يستقبل اتصالات معنا. اي ابو وليد اخوي خالد، ابو عبد الحين من ابو عبد العزيز؟ انا ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز بس شوي يعني كالعاده عشان تكون الامور ماشيه حلو وكذا. اخوي خالد اهلا وسهلا. هلا حبيبي. احنا عندنا الاخت منال كالعاده هلا بدهم يعرفوك ويعطوك. لازم نعطيك نبذه عشان تصير في الصوره. رجاء. عندنا الأخت منال مرات تجيب دراسات، والأكثرية أن دراسات لك عليها، أوكي، وأخبار ما أدري من جايبتها. أنت من أهل البيت ومن أهل الدار. شوف أنا أبخص منهم بموضوع الدراسات. أنا أبخص منهم بموضوع الدراسات. لا أنتم محاربينها كذا. بالضبط. فهن عارفين إنه أنا من اطلاعي العام بالدراسات، فهن خايفين من هذا الموضوع، فدايما بيهاجموني. أنت احكم، أنت مع البرنامج قلنا لك صح ولا لا؟ وأنت راح تعرف اوكي سياق الحلقه وبعد. انا بشوف الحين ونحكم. شوف هو كوميدي يعني هو ناقد اجتماعي يعني ما بتطلع الكوميديا من عنده الا من خلال النقد. فخليه هو يحكم، ما تأثروا على رأيه. عموما هو ابخص. بالضبط. ابو خلود نذكر بارقام التواصل اللي حاب يشارك معنا. ايوه اللي هو هذا 011 288 448 واس تي سي 8 ثانية واس تي سي 835 252. موبايلي 636666 وزين 732 166. الله عليك. طيب وقفة مع عبد المجيد عبد الله وأنا جدا قنوع، وراجعين خلوكم معنا. ما أبي شيء أنا جدا قنوع، ما بي إلا أنت وكلك لو سمع. ما بي أنا جدا قنوع وكلك لو سمح. ما بي أموال وترف، ما بي أغلى الجواهر، ما بي قصور وتحف ولا تحكمني مظاهر. ما بي أموال وترف، ما بي أغلى الجواهر، ما بي قصور وتحف ولا تحكمني مظاهر. وش تبي؟ ما أبي شيء أنا جدا قنوع، ما بي إلا أنت وكلك لو سمحت. انت عندي اغلى من كل ماس، انت اجمل مصير وغيرك ما ابي. انت عندي اغلى من كل ماس، انت اجمل مصير وغيرك ما ابي. كلك احساس وشعور وانت بالحب صادق، ممتلي شوق في زمن ما صدق كل عاشق. كلك احساس وشعور وانت بالحب صادق، ممتلي شوق في زمن ما صدق كل عاشق. وش تبي؟ وما ابي شيء انا جدا قنوع، ما بي الا انت وكلك لو سمحت.
انك اسعدتني، جيت وحيتني وصار قلبي بخير. يشهد الله انك اسعدتني، جيت وحيتني وصار قلبي بخير. انساك وخلاص ولا يمكن احاول، انا لا عمري خلاص يمكن تقدر تجادل. انسى ولا يمكن احاول، انا لا عمري خلاص يمكن تقدر تجادل. ما بي شيء انا جدا قنوع، ما بي الا انت وكلك لو سمح. سواليف مع أحمد الحامد، خالد عبد العزيز ومنال على روتانا FM. سواليف. مكملين معكم مستمعين سواليف مع أول مقطع يوتيوب مع ضيفنا خالد عبد العزيز. حنسميه هو خالد وأنت أبو عبد العزيز. جميل. خلينا نقسم الأدوار. طيب. وأنا اليوم اسمي أنا أبخص، يعني أنه أنا أكتر وحدة عارفة فيكم شو الموضوع. طيب الحين أنا أبخص منك يا منال. يلا تفضل. وعندي شور لكم. نبغى نسمع مقطع مع بعض وراجعين. خليكم معنا. والآن مستمعينا الكرام نستقبل هذا الاتصال من صديق البرنامج خالد. أحب أهدي الأغنية الجاية للحيرانة ولهفة العشاق. الإذاعة أنا ما أرحم إلا المذيعين والله العظيم، يعني لا من متصلين يلقونها، لا من دعايات، لا من الصدمة اللي يلقونها من الناس إذا طلعوا بأشكالهم. صوته جامد في الإذاعة، لكن إذا طلع انصدموا فيه الناس. أنت كذا، أنت صدق كذا، شو أنت كذا يا الله خلق له حنجرة وصار مذيع فيها، لكن الوجه لك عليه شوي. ما له ذنب الرجل. عاد شوف المتصلين، يعني اللي يدق الساعة 6 الصبح ويغني وش جوك؟ يعني أنا ما قدرت أفهم وش يصير هنا. نوتات، يعني طلعت النوتات من أذانك مثلا من قوة الطرب اللي فيك. أبي أفهم وش في مخك، جاي من النوم وتغني وش جوك؟ يعني مخك وش فيه؟ يا فريد الأطرش أنا عندي دوام واسمعك وانت تغني الصبح، ممكن أطفيه بصبع رجلي. لا وتبغى تصير صديق البرنامج الصبح؟ يا اخي البرنامج ما يبي يصير صديقي، يعني كثير والله دائما الساعه 6 الصبح وتغني وتبي تصير صديق البرنامج. لا وبتصادق برنامج كامل بالمعدين بالمذيعين بالجماهير. يعني تخيل اني اجيك الساعه 6 الصبح اسلم عليك واغني واقول بيصير صديقي بسير من هنا. عاد شوف اسامي المتصلين المستعاره: ملكه الاحساس، كامل الاوصاف، مشكله ولا صفه حلوه فيه، دلوعه، انت لوعه للمستمعين. وفي اثنين انا قاهريني في الاذاعه: بدر البدور وسامي حنتوش. هذول من اللي يمولهم؟ من اللي يشحن لهم؟ في جهات خارجيه تمولهم لهم 60 سنه يدقون على الاذاعه. طلع تويتر، طلع فيسبوك، انقرض فيسبوك، هم اللي الحين يدقون على الاذاعه. وبعدين برامج الشعر ذي اللي اخر الليل، وش ذا الخثره وراكم مقصرين اصواتكم. تحس بين المتصله والمذيع علاقه، يعني وحبوا انهم ينشرونها للناس وقالوا دقي، وتحس انهم في صده ترى تكلمون وحنا نسمعكم. يقول لك يسلم لسانك، تحس انه مغمض، تكلم زوجتك كذا. شكرا متصلتنا من القلب هنوف كنترول. وين راح هنوف؟ عاد اخر الشطحات برنامج رياضي في الاذاعه. شلون اتمرن؟ يعني انا تخيلت ما في حل اني اتمرن الا بالجير. تكايه للكتف ذي طبعا، تعرف عشان يطلع لك الفصله اللي هنا فلازم تشيل التكايه. طبعا السكس باجز حقك يطلع مع المرتبه، تنزلها وتقومها. يعني وشلون اتمرن؟ شلون؟ يعني في الاذاعه شلون؟ من اللي اخترع هذا؟ من اللي طايح عليه جدار واخترع الموضوع؟ يعني جايك شيء في راسك انت، واللي يغبن كذا قاعد يستفسر. هذول اللي غابنيني انا. انت قاعد تستفسر شلون؟ انا ما قدرت اتمرن، جالس سياره تخيل التمرين بس. بعدين متعاملين مع فيروزه على اساس انها خباز، يعني ما تشغلونها الا الصبح، تراها فنانه زيها زي مزعل فرحان مزعل. المهم ما علينا، يعني تقدرون تشغلونها في الليل، يعني شغلوها لنا في الليل نسمعها عادي، مو لازم الصبح كل يوم مقومينها. عاد شوف الدعايات، يا اما انك تجيك ذيك حقت الحراج نورة، يعني ممكن تنقلب، يعني ممكن يصير لك حادث.
سواليف مع أحمد الحامل، خالد عبد العزيز ومنال. سواليف ما بعرف ليش حسيت انه مقطع اليوتيوب عم يحكي بأوله عن خالد. هيك اجاني احساس لما كان عم يحكي عن الصوت الحلو والانصدم بالصورة، ولا لا يا خالد؟ والله صح، انا حسيت ان انا برضه حسيت صح؟ طيب. بس انا ما قلت ابو عبد العزيز، انا مش قصدتك انت اليوم ابو عبد العزيز. اي انا ابو عبد العزيز. شفتوا ضيعتكم، طلعت انا ابخص منكم. طيب شوفي، انا ودي قبل ما نبدا بكل شيء نستقبل اتصال. يلا ليكون بدر البدور بس. الو، مساء الخير. يا مساء النور. اهلا وسهلا، يا مساء النور. اهلا حياك الله يا بدر البدور، كيف حالك؟ حياك الله، تمام. كيفكم؟ تمام. سمعتي المقطع يا بدر البدور؟ والله لو ليه ما يسألني. سمعتي اسمك في المقطع؟ ايوه سمعت. هذا الرجال اللي يتكلم عنك هذا هو موجود معنا اليوم. انا اسف. تعال لحظة اهلا، انا معجب يعني ما اقدر شلون اوصل لك اعجابي، يعني في قلوب تطلع الحين من اي بس في سؤال يعني وش تحسين فيه؟ يعني انت تداومين في الجامعة مثلا ولا تداومين في الاذاعة ولا كيف يعني بالضبط؟ اداوم جامعة واذاعة سوا. اوكي، يعني كيف تدخلين يعني انا هذا استفسار، يعني مثلا انا اتصل انت كيف تشبك معك الموضوع؟ يا اخي حرجتني ورا حرجتني. الله يخليك. طيب بدر البدور، انت شفت المقطع هذا من قبل ولا اول مرة تسمعينه؟ لا ولا اول مرة اسمع. كيف المقطع؟ اخذتيه بسعة صدر؟ والله رهيب. ولا حقدتي على الرجال اللي معنا؟ لا بس مرة رهيب وحماس مرة ما شاء الله. يعني اخذت الموضوع بسعة صدر. ايوه. طيب هذا الرجال عندك تبغين توجهين له كلمة الحين على الهواء؟ أنا بس أوجه له تحية خاصة، أقول له ليش ما تبي تشحلي؟ ليش ما تبي تشحلي؟ أوكي. أيوة. شحن على الهواء، يعني تمويل على ما الهواء. في مشكلة، يلا جيب يلا، ما في مشكلة. طيب يا بدر البدور، يعطيك ألف عافية وشكرا لك على سعة صدرك. طيب باي باي. شكرا. باي باي. شكرا. كيف بدر البدور على الهواء غير عن لما تسمع في الراديو؟ انا حسيت اني متهم. انا اتاسف مبدئيا قبل اي هجمه. خالد الحين انت طبعا تاخذ الامور يعني بنقد كوميدي وكذا، هل يعني صارت لك شويه مواقف مع بعض اللي انتقدتهم ولا شيء، ام ان تشعر ان المنتقدين عندهم ثقافة النقد يعني والموضوع عادي يعني وماخذينه بقالب كوميدي جميل؟ لا بالعكس، يعني الحمد لله، يعني كل الأشياء اللي انتقدتها يعني في الغالب عموما، إلا يعني في حالات شواذ طبعا اللي يجيك يعني ياخذها بطريقة جدية أو شخصية أو بطريقة شخصية، لكن في الغالب الحمد لله يعني كانت كلها لاقت قبول واستحسان من الناس يعني، وقدرت إني أوصلها بطريقة حلوة الحمد لله. جميل. وصلنا هلا لأغنية محضر لنا إياها أبو عبد العزيز، بس قبل خلينا نذكركم بأرقام التواصل 011 288 4488 وأرقام الرسائل الموبايلي 63 46 وزين 73 21 62 وأستسي 83 52 52. فاصل غنائي وراجعين مع ضيفنا خالد عبد العزيز. ليت لي أنا في حياتي اختيار، كان عيد اللي معاك يا عمري صار. ليت لي أنا في حياتي اختيار، كان عيد اللي معاك يا عمري صار. كان أخلي دنيتي واتبع رضاك، لو أعيش العمر كله في رجال. أسوي شي معاك ما عمره صار، كان أسوي شي معاك ما عمره صار.
أمر الحب والدنيا بيدي، كان أجدد في هناكم موعدي. ليت أمر الحب والدنيا بيدي، كان أجدد في هناكم موعدي. كان أجدد يا حبيبي اللي مضى، وأسعدك وأشوف في عينك رضا. سوي شي معاك ما عمره صار، كان سوي شي معاك ما عمره صار. الحب واتمنى لقاك، واسعد القلب اللي عمره ما نساك. صرت اعيش الحب واتمنى لقاك، واسعد القلب اللي عمره ما نساك. اتمنى والاماني ما تفيد، ليت ذاك الوقت يرجع من جديد. سوي شي معاك ما عمره صار، كان اسوي شي معاك ما عمره صار. قلت لي انا في حياتي اختيار، كان عيد اللي معاك يا عمري صار. سواليف مع أحمد الحامد، خالد عبد العزيز ومنال على روتانا FM. سواليف. مكملين معكم مستمعين سواليف ومستمعين روتانا اف ام، وعنا كوكبة اتصالات. خلينا ناخد اول اتصال. الو. يا هلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ كيف حالك اختي منال؟ الحمد لله تمام. انت شو اخبارك؟ الحمد لله. معك وليد من الرياض. هلا يا وليد وهلا باهل الرياض. يا هلا. نبي نغم صديقكم. نبي نغم. بعد مقطع اليوتيوب صرت تقول اسمك الحقيقي، بطلت تقول الاسم التمويهي. لا أنا كنت دائما أقول التمويه والحقيقي، بعدين قلت خليني أقول الحقيقي أول شيء عشان أبو عزوز موجود. بالضبط. ضيفنا له تحفظ على الألقاب ترى. أيوة عشان أسلم منه بس. حياك الله يا نبضي نغم. الله يحييكم. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. صراحة صرت أشتاق لكم كثير والله. ما تشتاق الغالي يا حبيبي. يعني أنت صديق البرنامج اللي بتشتاق لنا اللي كان عم يحكي عنه بمقطع اليوتيوب؟ لا والله أصدقاء البرنامج معروفين، أنا لسه مبتدئ. أنت صديقنا ونعتز ونفتخر فيك والله يا حبيبي. الله يخليك، لا تحرجني. الله يسعدك. بس بدنا نسأل البرنامج قبل إذا بيقبل تكون صديقه ولا لا. مشيها عشاني أنا بغض نغم. أنا أتوقع أحمد الحامد حيقول إيوه. أحمد يا حبيبي أنت صديقنا من زمان، وإحنا نعتز بصداقتك والله يا حبيبي. ودق علينا بكرة بعد. بكرة عندنا برنامج مسابقات وأنت فايز بالقرعة. الله يخليك. الثاني بس عندي شغلتين أبغى أنوع عليها. تفضل. أول شغلة أبغى أسأل أبو عبد العزيز اللي هو خالد الفلة. أنا خالد السامج، خالد الفلة معنا. لا أنت خالد الغالي. الله يخليك يا حبيبي. الله بكرة بالقرعة. بالقرعة. طيب أبو عبد العزيز. سم. هلا وسهلا. كيف حالك أبوي؟ حبيبي أهلا وسهلا. تسلم حبيبي. الله يعافيك. بس أبغى أسألك، ما في
ما في تواصل بينك وبين بدر صالح أو في عمل حيصير مع بعض؟ والله بالعكس يشرفني يعني التواصل مع بدر صالح، وإن شاء الله يعني الأيام الجاية. طب بس قبل ما يجاوب عندك سؤال ثاني؟ قلت نقطتين. ايه تفضل. النقطة الثانية. النقطة الثانية بس عشان الإذاعة، أبغى أسألكم عن الإذاعة، إنه أنا منزل الابلكيشن على الجوال. إيه. في فرق مرة كثير بين اللي في الجوال واللي في الإذاعة، يعني اللي في السيارة مرة متأخر عن اللي في الجوال. طب نبحث هذا الموضوع. يفرق معك مسألة التوقيت يعني؟ لكم انتوا يعني، وانا افضل ان اسمع مباشر يعني اسرع. طيب. حتى ما يفوتك شيء. نحن بنوعدك انه راح نحل هذا الموضوع. هو مرات يعني شيء عادي، انا اشوف يكون في فارق ثواني بس. لا هذا شيء عادي ترى، طبيعي. يعتمد يعني على اللودينج وعلى قوة النت بعد. طيب يا حبيبي، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. وراح يجاوب أبو خلود على سؤالك. شكرا. ناخذ اتصال ثاني. ألو، مساء الخير. أهلا، مساء الورد. أهلا وسهلا. كيف حالك يا أبو عزوز؟ يلا حيا. كيف حال الضيف؟ أهلا وسهلا، حياك الله. كيف حالك؟ طيب حبيبي، أهلا وسهلا. الله يخليك. محمد؟ إيه محمد معك. شلونك يا محمد؟ الله يخليك، يسلمك إن شاء الله. طبعا أحب أرحب فيك يا خالد، وأرحب أحمد ومنال. طبعا فيها شو اسمه، انت ضربت على وتر حساس. انا من ضمن الناس اللي اصدقاء الاذاعات والناس اللي تحب المشاركه في الاذاعات. طبعا وبنك نعم احيانا، لكن شو اسمه هذا اشتغل يعني احيانا ترى صرنا يعني في فتره من فترات انا من الناس اللي كنت احب الاشياء الاهداءات والامور هذه، لكن في فتره صار ارتقينا في موضوع المشاركه في الاذاعات، المشاركه في يعني يكون في موضوع احيانا يصير يشجونك يعني تضطر انك تشارك يعني وتتكلم زي ما شاركت معكم الان. انا ارسل لي المقطع صراحه من واحد من الشباب او كتب تحته قال هذا المقطع راح يزعل محمد. لا محمد، بس بوضح لك شيء. شوف اخوي خالد ماخذ الموضوع بقالب كوميدي. اكيد. زين. وكل إذاعة في العالم عندها مستمعينها وعندها أصدقائها، والمذيع حتى مرات يشكل صداقات مع المستمعين. صح. أوكي، فاستمر وحنا ما نستغني عنك. المسألة مسألة كوميديا، فاهمني؟ يعني استخدمها أخوي. لا أكيد، بالعكس أنا أسعد صراحة في روتانا وفي غيرها من الإذاعات، لكن برضو خالد أنا أسعدني جدا وانبسطت وضحكت. بالعكس والله ما زعلت ولا ضايقت، لكن بس حبيت أوضح النقطتين هذه. لكن أنا كنت سعيد جدا صراحة بالمقطع، وكان إضافة جميلة. ما أدري أنا لأول مرة أنا صراحة أشوفها، يمكن أول مرة يظهر على اليوتيوب بداية، إذا كانت أول مرة في بداية قوية جدا صراحة. حبيبي تسلم. فحبيت بس أوضح النقطتين هذه. يعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا يا محمد، يعطيك شكرا لك. شكرا محمد. قبل ما نطلع للأغنية، إبراهيم صالح، بدر صالح. ممكن يصير في تعاون بينكم؟ والله بالعكس يعني يشرفني يعني، وبدر صالح يعني غني عن التعريف، لكن إلى الآن ما صار شيء، لكن إن شاء الله في المستقبل القريب يعني ممكن. بالعكس يشرفني يتعامل مع أي أحد من الشباب الموجودين في اليوتيوب. جميل. فاصل غنائي، بس شكله خالد رح يصير مذيع معنا ورح يجي حدا بعد ينتقده لأنه عم بجاوب بطريقة المذيع. خلينا نطلع أغنية لأنه أبو عبد العزيز بخرب كل الضيوف اللي بيجوا معنا. طلع أغنية لو سمحت.
البشر كله ما يوصل الظله يا ليتني خله أو ليتني لهجة حسن البشر كله ما يوصل الظله يا ليتني خله أو ليتني لهجة ربي يا ستار جنة عقلي طار الحلو شفته موت وخراب لو بدي حطيته في القلب خبيته وضيعه بيته واصير انا لهداه لو بدي حطيته في القلب خبيته وضيعه بيته واصير انا لهداه يا ربي يا ستار موت وخراب ديار يا ويلي من شافه مو حالي ما عافه نادر في اوصافه يخطف ترى الانظار يا ويلي من شافه مو حالي ما عافه نادر في اوصافه يخطف ترى الانظار يا ربي يا ستار وش هالحلو شفته موت وخراب ديار سواليف مع أحمد الحامد، خالد عبد العزيز ومنال على روتانا FM. سواليف كاملين معكم سواليف وصلنا لقصة أبو متعب محضر لنا إياها. هي قصة هذه صارت في دالاس في أمريكا. يقول لك تم افتتاح مركز تسوق للأزواج. هذول الرجال اللي مو لاقين إنسانة يتزوجونها والمرأة أيضا اللي مو لاقي رجل تتزوجه حتى ومكان هذا عشان الغاية من عنده أنهم يتزوجون. يعني بتروح تتسوق بتنقي عريس؟ تقريبا. حلو الاختراع عجبني. ايه تفضل. يقول لك تم افتتاح مركز تسوق للأزواج تقوم فيه النساء باختيار زوج المستقبل. فالمبنى مكون من 5 طوابق والمفروض أنه بكل مبنى مجموعة من الرجال. دخلت فتاتين ترغبان في الزواج فذهبا إلى هناك وبدأت الرحلة. في الطابق الأول وجد لافتة مكتوب عليها يوجد هنا رجال في وظائف محترمة ويحبون الأطفال. فقالت واحدة للأخرى هذه مواصفات رائعة، إذن ماذا يوجد في الطابق العلوي؟ في الطابق الثاني وجد لافتة مكتوب عليها يوجد هنا رجال في وظائف محترمة ويحبون الأطفال وفي غاية الوسامة. فقالت واحدة للأخرى وماذا يوجد في الطابق العلوي؟ في الطابق الثالث وجدنا لافتة مكتوب عليها يوجد هنا رجال في وظائف محترمة ويحبون الأطفال وفي غاية الوسامة ويساعدون في شغل البيت
الله قالت اوبشن الاخ. ايه تفضل. قالت الفتاتان: هذا رائع، لكن ماذا يوجد في الطابق الأعلى؟ في الطابق الرابع وجدوا لافتة مكتوب عليها: يوجد هنا رجال لديهم وظائف محترمة، يحبون الأطفال، وسيمون جدا، يساعدون في شغل البيت، رومانسيين. قالت الفتاتان: يا إلهي، ماذا يمكن أن ننتظرنا في الطابق الخامس؟ راحوا حق الطابق الخامس، شنو لقوا عليها؟ لقوا عليها مكتوب لافتة: لا رجال هنا، الطابق خالي وموجود فقط لإثبات أن إرضاء النساء غاية مستحيلة. الله، انتهى الموضوع يا أخت منال. الطمع دار ما نفع. هذه ذيك أنت تاخذينها معك في البيت الورقة وتعلقينها عشان. طيب أنت لو خالد يعني لو كنت في هذا المبنى في أي دور بتكون؟ انا في الدور الاول. في الدور الأرضي ها؟ ايه ما في درج. صح. ومتعب طبعا أنت في الدور الرابع أكيد. لا أنا برا بالمواقف حق السيارات. لحظة انتوا عم بتقسموا الطوابق على ذوقكم. في الباركينج لازم تاخذوا رأي امرأة لحتى تقسمكم بالطوابق، مش انتوا تطلعوا على الطابق. بعد يعرف نفسه بعد ما فيها. أهم معرفة. عشان هيك انت بدور الباركينج. أنا في الباركينج، أنا برا. تاكل حبة. تاكل حبة. هو أستاذ عبد العزيز، أبو عبد العزيز، أنت وين بأي طابق؟ بما أنك قسمت الشباب. إيه أنا أنت؟ في الرابع. إيه؟ ما يبيلها يعني واضح. أستاذ. لا ما فيك تقول أنا في السطح بكون. طماع. بس أنا لكل الفتيات اللي عم يسمعونا بقول لهم عندي دراسة بتقول إنه في كتير أنواع من الرجال مش لازم ترتبطي فيهم. انتبه أخوي خالد. خالد شايف اللي قلت لك عنه بابول البرنامج بدأ الحين. انتبه. كملي. دراسات مضروبة والأمور. بدي يشتغل الموضوع. يعني لكل الفتيات اللي مقبلة على الزواج وعندها أحلام كتيرة وأحلامها ما لها علاقة بالواقع، وبتتخيل انه الرجل مثل ما عم يحكوا الشباب عن حالهم دغري حطوا حالهم بالطابق الرابع، هذا الشخص المثالي مش موجود. طيب كملي بدكم نقول الدراسة هلا؟ يمكن ما يكون في وقت، ما بدي تحكوا. لا في وقت. قولي ها. طيب إذا بتقطع الدراسة من نصها يا أبو عبد العزيز رح يصير في مشكل. على حسب نوعية الدراسة. روح. طيب لا الدراسة رح تعجبك. تميل الفتاة المقبلة على الزواج إلى الأحلام أكثر من الواقع في اختيار شريك حياتها، لكن الأفضل لها أن تكون واقعية ولا تذهب بعيدا وراء المظاهر والمثالية. في النظر إلى هذا الموضوع في كل الأحوال هناك فئة من الرجال لا تنصح الفتاة بالارتباط بها. أولا الرجل الموافق، يعني دائما بيقول نعم. قد يكون الرجل الذي يوافقك على كل آرائك رجل مثالي في عين حواء، لكن بالواقع فإن هذا النوع من الرجال قد يعانون من عدم الشعور بالأمان نتيجة لخوفهم الشديد على خسارة من يحبون. ثانيا الرجل الذي يكبرك بفارق سن، قد تعشق المرأة الرجل الأكبر منها سنا بسبب خبرته بالحياة ونضجه وتجاربه، لكنها ستدخل معه بنقاشات ومحاضرات لا تنتهي. هذا الثاني. خربوا البنات. الثالث الرجل المثالي، كل فتاة تحلم برجل شهم يفتح لها باب السيارة ويعزمها دائما على أفخر المطاعم، لكن المشكلة مع هذا النوع من الرجال أنه يصعب إرضائهم، فأنت مهما فعلتي ستبقين مقصرة تجاهه. رابعا الرجل الأنيق، تعشق كل فتاة أن ترى زوجها في أبهى صورة، لكن المشكلة تكمن بعد الزواج عندما تقارنين إطلالتك مع أناقته، بالتالي فإنه سيكون شديد الملاحظة لمظهرك. فالرجل الأنيق والرجل المثالي والرجل الذي يكبر الفتاة بفارق سن والرجل الموافق هو الأربعة بعد عنهم. مين بقى بالضبط؟ منو بعد خليك؟ الرجل الطبيعي العادي المستقر. يعني الواحد إذا كان أنيق مو طبيعي، وإذا كان عمره شوي أكبر من المرأة مو طبيعي. الأنيق الزيادة ما عم أقول مش طبيعي، عم أقول بعد عنه لتكوني سعيدة. الأنيق الزايد هي بعدين حيجيها فترات عندها حمل وعندها ولادة وعندها تعب نفسي، فهو إذا دائما أنيق وعم بيراقب إطلالتها وهون غلط وهون صح وشديد الملاحظة، هذا رح يسبب مشاكل. وش رأيك؟ والله أنا الصراحة خلاص نمشي كذا. ما عاد بقي أحد يعني كذا نقدر نمشي يعني. بالعكس، لأنه أنا عم بعطيكم فرصة للأشخاص العاديين يعني. لا هو إذا بعطيكم فرصة تانية بما أنه أنتم منكم مثاليين. اسمعي وأنا أخوك. نعم. كل البشر رجال ولا نساء، كل إنسان مزيج من العيوب والمزايا، ما في أحد مثالي. أنت ما بقيتي حد. الأنيق ابعد عنه، والرهيب ابعد عنه، والرومانسي ابعد عنه، والكاش ذكرتيه ولا ما ذكرتيه؟ هو الكاش نبعد عنه بعد. أي. وش بقى بالله؟ بس
خلصوا الرجال. ما عاد بقى أحد؟ لا بقي كتير. مين بقي كتير. بقي الشخص المؤمن، بقي الشخص يعني هذول المؤمنين، هذول المؤمن. خلينا نكمل يعني المتواضع، خلينا نكمل لا تصارخوا. يعني هذول المواصفات الأربعة اللي قلتيهم. لحظة معنا ضيف، شفت الهجوم؟ شفت الصريخ؟ شفت الصريخ؟ يا دراسة مستفزة والله العظيم. الحين هذول شفتي الأربعة اللي قلتيهم، هذول تقول يعني ما فيهم مؤمن، كلهم قميرة يعني ما في عندك. لا تعليق. أنا شو ما بقول، أنا الفتاة المضطهدة في البرنامج. والله قلت لك يا أبو وليد، أنا قلت لك من البداية دموعي بتنزل بعد. لا هي وقفت على فتحة الباب، نفتح البيبان احنا للحريم، ما عندنا مشكلة صدق. طيب وصلنا لختام الساعة الأولى. مستمعين لسه عندنا ساعة ثانية. ختم لوحدك، أنا ما راح أختم معك. أنا بختم لوحدي. يلا ختم لوحدك. وصلنا لختام الساعة الأولى. مستمعين لسه عندنا ساعة ثانية مليئة بالأخبار والفقرات، وضيفنا العزيز خالد عبد العزيز مستمر معنا في ساعتنا الثانية. خلوكم معنا، راح نلقاكم بعد راس الساعة. ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي. لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب، يوم المعادن مصلحة الأيام تطليها طلي. ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي. لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب، يوم المعادن مصلحة الأيام تطليها طلي. غلاك نكش السمري اللي وسط قلب انكتم، كل ما خفك قلبي يطير لك حمام من بابلي. غلاك نكش السمري اللي وسط قلب انكتب، كل ما خفك قلبي يطير لك حمام من بابلي. وإذا سلون الناس عن حبك أقول بلا سبب، ما هو ضروري أقنع العالم بشيء جازلي. ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي. لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب، يوم المعادن مصلحة الأيام تطليها طريق. يلي تنام بمقلة عيوني وغطاك الهدب، رمشي غطاك وفرش هارون الرشيد المخملي. واحساس قلبي ابجر الشداد في حبك هذب، كصم صخر جابه الوادي وحدر من علي. يلي تنام بمقلة عيوني وغطاك الهدب، رمشي غطاك وفرش هارون الرشيد المخملي. واحساس قلبي ابجر الشداد في حبك هذب، كصم صخر جابه الوادي وحدر من علي. وانا عليك اغار وانحرك طرف ثوبك مهب، وغار من كف الهوى لا شال عطرك وانت لي. وانا عليك اغار وانحرك طرف ثوبك مهب، وغار من كف الهوى لا شال عطرك وانت
حاجة شتا جسمي على شب الحطب، واحتاج لك حاجة بدول النجم ضاع ورحلي. يا كل حاجاتي بهذا الكون أنا عندي طلب، ما أملكك لكن تعطيني عهد تبقى إلي. أحتاج لك حاجة شتا جسمي على شب الحطب، واحتاج لك حاجة بدول النجم ضاع ورحلي. يا كل حاجاتي بهذا الكون أنا عندي طلب، ما أملكك لكن تعطيني عهد تبقى إلي. يا صوتك اللي بداخلي في حسبة أشواقي لعب، لبيه يا بحة حبال الشوق يا مشتاق لي. يا صوتك اللي بداخلي في حسبة أشواقي لعب، لبيه يا بحة حبال الشوق يا مشتاق لي. وإذا جبرني الوقت في حبك أنا أختار الصعب، لأن الذهب يبقى ذهب ولأن الحلي تبقى حلي. ذهب في عيني ويا عز الظلام، يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي. لو يزعل في نظر عيني ذهب، الأيام تقضيها طلي. سواليف مع أحمد الحامد، خالد عبد العزيز ومنال على روتانا FM. سواليف ولا إذا رجعت من شهر العسل ودخلت على أخوياك في الاستراحة ينطلق وقعد سبع ولا ضبع، وش تبي وش دخلك سبع ولا ضبع وش دخلك، أحب عليك استح على وجهك. ولو ينط الثاني هذا زي ما فشلتنا بعد آخر اسمي مكتوب باسم الشلة يعني، ولا وش السالفة وش دخلك أفشلك ولا ما أفشلك وش تبي. سواليف مع أحمد الحامد، خالد عبد العزيز ومنال. سواليف بسم الله اهلا بكم. نرجع لبرنامجنا سواليف. نستضيف معنا اليوم الكوميدي الجميل خالد عبد العزيز اللي شاهدنا عبر اليوتيوب، ومثل ما قلنا زرع البسمة، والحين حتى قاعد يزرع البسمة الآن في برنامجنا. وردة البرنامج منال تفضلي. لا بس بدي اقول على المقطع اليوتيوب اللي سمعناه ذكرني لما نكون بالبيت وحده من كل الموجودين بتروح تحضر عرس او بتحضر خطبه. اول ما ترجع بصير في بتحس حالها انه هي نجمه، وبصير في مقابلات صحفيه كلها مايكات. شو صار معك ومين شفتي وشو كانت لابسه بنت فلان اللي ما بعرف شو. فنفس القصه عندكم مثل ما عنا يعني، مش بس عند الرجال لما يرجعوا من الاستراحه. لا على الاكثر احنا يمكن انتوا شوي. انتوا بتحكوا عموميات، نحن بنحكي بالتفاصيل بعد بسعر الفستان وموديل الشعر. لا اقصد الحريم بالنسبه للرجال، لا بس الحريم عندنا. مين عنده؟ انا عندي اختراع بحب طمن في اللي عم يسمعونا واللي عندهم اوزان ثقيله، انه اللي بينزعجوا لما يسافروا بالطياره، انه صار في اختراع جديد بالصين عم بيحاولوا يعملوه. هو بيكبر كرسي الطيارة مقعد الطائرة حسب وزن الراكب بالضبط، لأنه بطريقة أنه بيعملوا نحن هلأ الكراسي اللي عنا، طبعا كراسي الدرجة السياحية للناس المتواضعين مثلي، مش للناس اللي بيطلعوا بالدرجة الأولى. فبيعمل الكرسي اللي هو ثلاث مقاعد جنب بعض، بيعملوهم بنفس الظهر موصولين، فكل واحد بياخد حسب حجمه. مجرد انه يقعد الكرسي بيتركب حسب حجمه، وبيصير يرجع ويقرب كمان حسب مدى طول ساقين الراكب. فما بيكون ضاع من اشخاص مثلا صغيرين الحجم، ما بيضيع منهم مساحات على الفاضي، بيستفيدوا منها الناس الطوال او الناس اللي عندهم اوزان زائده. والله حلو. هيدا اختراع جديد ان شاء الله، يعني على امل انه يتطبق عنا. جميل. طبعا على طاري الطياره يعني ابو خلود، كيفك مع الطيران؟
لا والله نفس الاسم انا وياك ونفس الفوبيا. لا كذا كثير والله. والله ايش سوي بنطلع اخوان اخر حلقه انا متاكد تشوف. طيب وش مثلا اكثر المواقف اللي تضايقك على الطياره، المواقف اللي تنرفزك ممكن تضحك احيانا؟ لا تنرفزني بزر يصيح وانا خايف. فعلا. وش بك؟ ايه فهمت وانت خايف اصلا، انت خلقه خايف ويصيح جنبك. لا انا بدي اسالك سؤال، شو الشيء اللي هيك اكثر شيء بتفكر فيه وطلعت يعني ليش بتخاف؟ يعني الفوبيا من شو جايه؟ سمعت شي خبريه ولا حضرت شي فيديو خليك تخاف ولا شو الموضوع؟ لا احس اني يعني مجرد ما تحس انك بين السماء والارض هذا بحد ذاته خلاص صدق مرعب. إيه مرعب. قطعه حديد بين السماء والارض. خالد نحن ممكن اي نحاول خلل نعالج الفوبيا. ايه يعني خلاص. وبعدين غير كذا انا السياره مثلا ادري قد سقت سياره وادري وش وضعها، لكن الطياره ما قد سقت يا اخي على ما الارض. ادري شو يصير. انا على الارض. طيب غير طيب ابو عبد العزيز، اذا انت عندك فوبيا خلي الضيف نساعده بخبرته يتخلص من طيب قبل ما تقرأ من المعلومات اللي عندك، حاب اقول حق الشباب انه نسبة الامان في الطيارة اعلى من نسبة الامان في السيارة، عشان الفوبيا تروح من عندك. بس اذا طاحت الطياره نسبة خلاص. عالية. صح. بس اذا طاحت الطياره خلاص. لا بس نسبة انها تطيح قليلة مقارنة انه بيصير معك حادث في السيارة او انها تعطل وتسوي لك اي مشكلة. ما اقدر استوعبها، قالوا لي كثير بس ما اقدر. هي الفكرة. يعني انت عندك فوبيا لدرجة انك بتلغي سفرات من موضوع الطيارة، ما بتطلع بالطيارة ابدا، ولا ممكن تتقبل الموضوع؟ يعني انا مرة واحدة اللي بغيت الغي. انا الغي كثير. إيه لا انا مره واحده بغيت لا المرات الثانيه فهمت شكلك محرج، انت طالع مثلا في ناس معك اصغر منك وزي كذا تقول لا بلغي. طيب انا خايف والله ما تقدر، فتركب خلاص مشي ابلع. انا لما اول ما يحرك اقول يا ريتني ما ركبت. اوه نفس التفكير. ايش خلاني اركب؟ طب تصير انفعالات في الطياره انت؟ ايه انا مره واحده صارت لي يعني، بس كان الموقف الصراحه كان يستحق الموقف انه يصير لي كذا. نظام فيلم ايه لا قعدت ازعق والناس ما يناظرون. عرفت الناس ما يناظرونك، يعني تخيل الموقف ايش كان، يعني الناس اغماء وما ادري. انه طبيعي الوضع انك تزعق. ايه فانا طبيعي اني ازعق. فبعد هذه انا صار الفوبيا عندي شيء مو طبيعي، خلاص تعديت مراحل كثيره. صرت يا اخي انا ما ادري ليش في الطياره اي مطب اي شيء ما اعرف ليش اقول لا كذا. والله ما ادري كأنك انت عم تعطي اوامر للقائد الطائره. لا شعورية. لا طول بالك الباطن يعني. بس ما ادري ليش لا بالضبط يعني. في دورات يسوونها في اوروبا حق اللي عنده فوبيا من الطيران، ويخلونك تسافر وكذا. بس أوروبا يعني ما تروح إلا بالطيارة يعني. على فكرة هلأ وصلنا إيميل لألي وأبو متعب، يمكن أنت ما شيكت الإيميل إنه إدارة الإذاعة بعتتك هلأ على أستراليا. أي 3 ترانزيت عندك. عيشة كبير. جميل هيدا جزائك. طيب خلينا نذكر بأرقام التواصل 011 288 4488 وموبايلي 6346 زين 73 21 62 واس تي سي 83 52 52. أغنية وراجعين لنشوف شو هي أبرز الأحداث اللي بتزعجك على متن السيارة. وضحكت لي تبدلت دنياي من هم بفرح، حتى عيوني بالبكا ما شكت لي، جفت عيون دمعها من كفوح. شفت الحياة شوفتك وضحكت لي تبدلت دنياي من هم بفرح، حتى عيوني بالبكاء ما شكت لي، جفت عيون دمعها من كفوح.
عمرك كده راح. حظيت معي عاف العرب والتفت لي ورشا يمك ما يبي يكفي مياح. شفت الحياة شوف القلب وضحكت لي بدلت دنياي حتى عيوني بالبكاء ما سكت لي جفت عيوني دمعها ودمعها دمعها من كيف سواليف مع أحمد الحامد، خالد عبد العزيز ومنال. سواليف أهلا وسهلا مستمعينا وأصدقائنا عبر الأثير من جديد. نذكر بالأرقام. شو طالع في أرقام كثير ودك تذكر؟ مبسوط ودي أقرأ الرسائل الجودة حقكم. يلا. أرقام التواصل 011 288 44 88 011 يا عيني تعودت خلاص. STC 835 252 موبايلي 636666 وزين 732 166. برافو. كلام كبير كلام أنا كشفت ترى خلاص. لا يخربك بس وتنسى الكوميديا، لأنه بصراحة أنا حتى الآن المقاطع من اليوتيوب اللي سمعتهم هيك بخبرتي البسيطة بتقول إنه ما شاء الله عليك. يعني نحن عم نسمع أجزاء دقايق وعم نموت من الضحك، كيف إذا بنسمع ستاند اب كوميدي كامل. لا بس راح أجيبها. بدي أسألك كيف بلشت الفكرة عندك؟ يعني كيف لحتى قلت إنه رح نبلش نعمل بروجرام على اليوتيوب؟ يعني أول مرة قررت إنه أنا بنزل مقطع لبرنامج اسمه أنا أبخص في اليوتيوب. القرار النهائي كيف كان؟ والله يعني أنا أصلا من قبل وأنت عارف اللي معك يعني أخوياك وزي كذا تعرف يعني يقولوا لك إنه طلع ومن ذا الكلام. فكنت متردد الحقيقة، يعني ما كيف أطلع في اليوتيوب وزي كذا. الزبدة إنهم ضغطوا علي مرة إلا تصور إلا قلت يلا نجرب، بس ما راح تنزل. أبغى أشوف نفسي أول. شفت نفسي ما تقبلت وش هذا وش أسوي. يعني بعد فترة شافوها الشباب وزي كذا قلت يلا خلاص خلينا نمشي. جت معي يعني صدفة للأمانة، صدفة وفضاوة شوية يعني الصراحة. طيب أول ردة فعل كنت متخوف من إيش بالضبط يعني؟ القبول الصراحة. خايف الناس ما تقبلك. إيه للأمانة القبول أهم شيء. يعني تعرف أنت خلاص ما في قبول انسى تماما. وطب يا أخي أنا أبغى أسأل السؤال دائما هالواحد كوميدي. قد صارت لك مثلا مواقف إنه يجي أحد يسلم عليك مثلا أضحكني يقول لك لا هذه قد صارت لي. هذه موقف والله هي قد صار لي موقف الصراحة سيء. كنت مرة حاضر مباراة الزبدة شافني واحد مباراة إيش تشجع أنت؟ بلشنا الإحراج على الهواء. شفت قلت لك خليك صديقي. وجهك نصراوي. وجه واحد بتصدر. بس جالس أسولف عرفت عادي أكلمك يعني. طيب بقول لك جالس في الملعب الزبدة شافني واحد من بعيد هو خويه جاو جلس جنبي وسلم أهلا كيفك وما أدري إيش وزي كذا. الزبدة خويه شوي سمين. الزبدة قلت له كيفك والله البرنامج كويس زي كذا. قال بالله ذب على خويه شوف سمين. ذب على خويه شوف سمين. تستهبل انت. وشيت ها. قلت ان شاء الله ينحف ان شاء الله. يعني عرفت ايش تقول لي ذب على خويه. طيب وتسمية أنا أبخص من وين اجت؟ جت معي كذا يعني هذه تنرفزني انا اصلا تستفزني اذا جيت اناقش احد وقال لي ما عليه انا ابخص منك. تستفزني فالشيء اللي يستفزني لازم اسويه انا لازم يمسك معي. جميل. طيب خالد انت وين شايف المستقبل في يعني في اللي قاعد تقدمه؟ هل راح تستمر بنفس الطريقة السنة هذه السنة اللي بعدها إن شاء الله، أم أن عندك لا تقول ممكن يتطور الموضوع أو ياخذ مجرى آخر، ممكن يكون تلفزيوني ممكن يكون إذاعي ممكن؟
شيء آخر في، ولا أنت لا مو يعني بعدك ما فكرت ولا درست الموضوع أنك قاعد تقدم اللي قاعد يعني تسويه على عبر اليوتيوب بس؟ لا أنا شايف أن اللي أنا فيه الحين أعتبره مرحلة، يعني مرحلة في اللي أنا فيها، يعني أبغى أخلص من هالمرحلة يعني وبعدها بنتقل لمراحل ثانية، يعني من ضمنها أتوقع التمثيل، يعني هذا اللي أتوقع أن راح إن شاء الله أقدم عليه. بس حاليا أنا مركز في هالشيء اللي هو اليوتيوب والتوك شو، بحيث أني أركز عليه يعني، ولا أبغى يعني ما أبغى أتشتت في الفترة الحالية يعني. أوكي. جميل. في مسج من وليد مطيري يقول مساء الخير عليكم، حبيت أقول لضيفكم يسعد لي جوك يا شيخ. حبيبي يسعد لي جوك انت. في وائل، لحظة، وائل قال يسعد مساكم جميعا، منال دراستك 100%، بس في شي ناقصك، محامي بروتانا. أنا ما شفت، ما طلع عندي المسج. وائل لا طلع المسج، طلع بس أنت طنشته. أنت مفتكر إنه أنا ما رح لا والله يمكن ما سويت جديد المسج يمكن. أنا أعتقد إنه وائل صعب إنه يفوز بالقراءة. وائل أنت صديق البرنامج من الآن وصاعد. طيب أنت تقولين عندك حلول؟ لا عندي مش حلول، عندي أكتر أشياء. هلأ ممكن نلاقي حل إذا مندردش. دايما إذا بتطرح المشكلة، مجرد أنك اعترفت أنه عندك فوبيا فأنت قربت من الحل. بس قبل في أبرز 20 حادثة ممكن تزعج الشخص على متن الطيارة. طبيعي كل وحدة رح نقولها هيدي صارت معنا بس نحن ما بننتبه. أكتر شيء 20 حادثة ممكن تزعج الشخص على متن الطيارة، رح نقول منهم كم وحدة على السريع. أكتر شيء مني أنا يعني شخصيا أنا بيزعجني لما أوصل مأخرة على الطيارة وأفتح لحتى أحط شنطة لاقي الشخص اللي قاعد حدا أخذ كل المطرح، يعني جايب معه كل 500 كيس على الطيارة وحطتهم، وأنا بحتار بقى وين بدي أحط الكيس. ولما يكون بما أنه أنا ما عندي هيدي فوبيا الطيران، فأنا بطلع على الطيارة لأستمتع بأنه أحضر فيلم. بيزعجني لما تكون السكرين اللي قدامي خربانة لدرجة أنه بدي لدورها لأحضر الفيلم، بياخد معي وقت أكتر من نص الرحلة، يعني بكون وصلت وما حضرت الفيلم. بيزعجني إذا في شخص حدا عنده فوبيا مثل اللي عم يسمعونا وطول الوقت عم بهز، عرفت، عم يرجف بإجريه والمقعد تبولي عم بهز، بيوترني حتى لو أنا ما بدي أتوتر. اوكي. وفي لما تكون انت قاعد حد شخص فبيفتكر هو انه المقعد لإله، بيحط ايديه على شو بيقولوا سندات المقعد، بيحط ايديه وقاعد مرتاح كأنه انت ما عندك ايد. يعني انا ما عندي مشكله، هذا يعني اخذ الاثنين هو مرتاح، ينام على كتفي ما عندي مشكله، بس لا تسولف معي، لا تسوي رهيب في الطياره. والله انا ما يغثني الا يجيك في الطياره يقعد يسولف معك طول الرحله ويحدثك، يفتح مواضيع خايسه ويقعد ينظر عليك. انا هذا يغثني، انا عندي واحد يجي ينام على كتفي اهون صراحه. والله اي والله يا حنين، انا لا ينام على كتفي ولا يحدثني ولا يتعاطى معي ابدا. ايوه. او لما يكون في شخص قدامك دائما بده يتحرك، يعني دايما بده يرجع الكرسي لورا، بيرجع بده يقربه لقدام، ودايما هو اخذ حاسب. هو الاشخاص اللي ما بيحسوا انه في راحه الناس اللي حدك. او لما اكثر شيء بيزعجني لما اثنين نسوان، يعني سوري على الكلمه، حتى لو انا مره، بيكونوا لهم زمان مش شايفين بعضهم والصدفه بتلاقيهم بالطياره. بيكون واحد قاعد يعني في شي 3 كراسي بين بعض ومباشرين يصرخوا لبعض وين بدنا نروح، لانه هن مسافرين مع بعض مش عارفين. والله على طار الكراسي ذكرتيني مره هوشه بطياره، كنت سافرت على وكانوا من اخواننا حبايبنا من مصر. واحد اللي قدامي يرجع الكرسي والثاني يقول له ايه ده، وذاك قام له قال له بتاعت امك، لا بتاعت امك انت. وصارت باليدين وفرقوهم اللي جنبهم. على طاري مصر الشقيقة وأحبابنا، في ضيفنا عنده خبر أتوقع. لا في خبر الصراحة قوي، يقول لك يبيع سحلية لسائح على أساس أنها ديناصور. أقدم مصري على بيع سحلية لسائح أمريكي بمبلغ $5 ملايين على أن السحلية سوف تكبر وتصبح ديناصورا ضخما. لا لاقيه مرة، لاقيه. وألقت سلطات مطار الأقصر القبض على المواطن المصري الذي باع السحلية لسائح أمريكي على أنها ديناصور صغير. وأثار الخبر ردات فعل مضحكة في قنوات التواصل الاجتماعي متسائلة: كيف استطاع المواطن المصري إقناع السائح على أن السحلية ديناصور صغير؟ هذا أول سؤال جاء. ليك تأكد أنه هو ما أقنع، هو من كتر الإصرار فالتاني اشترى. قد ما ضل مصر عليه مصر يا باشا يا فندم، فاشترى. قال لك إن شاء الله ما بتصير ديناصور، إن شاء الله شو ما صارت 5 مليون يدفع له ويخلص منه. اشترى راسه 5 مليون راحت عليه.
هذا ذكرني في السعودي اللي باع ورقة ريال يقول مو باقي من إلا 17 حبة. هذا قبل فترة حاطها فوق على النت. يا أخي صحيحين أحيانا الأجانب 5 مليون يعني نصر صغير قوية شوي صراحة. خليك تفلها تذكر الأرقام مرة ثانية. يلا والله تفلها يلا. أرقام التواصل 011 ركز على 11 011 288 4488 وستيسي 835252 موبايلي 636666 وزين 732166. وش بنسمع؟ ايش؟ وش الأغنية؟ رويشد. ما تعرف تغشش. ما تعرف تجي معي تدرس. طيب نسمع عبد الله رويشد ليه مرة الحلو وراجعين خليكم معنا. ليه مر الحلو يولع الشارع، ليه مر الحلو ما يبقى بشر وعيون ما تطالع، ليه مر الحلو ليه مر الحلو يولع الشارع، ليه مر الحلو ما يبقى بشر وعيون ما تطالع، ليه مر الحلو في المشى دلع في النظرة ولع، في المشى دلع في النظرة ولع، أحس قلبي انشلع هو أحس قلبي انشلع، حس قلبي انشلع حس قلبي انشلع، عنب ودارك انت منين طالع، عنب ودارك انت منين طالع، مر الحلو يولع الشارع، ليه مر الحلو ما يبقى بشر وعيون ما تطالع، ليه مر الحلو قلنا يا عسل ما تردش المالح، صوتي ما وصل ولا انت مو سامع، قلنا يا عسل ما تردش المالح، صوتي ما وصل ولا انت مو سامع، قلنا مرحبا شلي تطلبه، قلنا مرحبا شلي تطلبه، خلصنا يبا هو خلصنا يبا، خلصنا يبا خلصنا يبا، الساعة 12 بيعزل الشارع، الساعة 12 بيعزل الشارع، يولع الشارع، ليه مر الحلو ليه مر ما الحلو يبقى بشر وعيون ما تطالع، ليه مر الحلو ليه وين الحقا فيه التعب ضايع، تكفى يا حلو بس التفت طالع، ليه وين الحقا فيه التعب ضايع، تكفى يا حلو بس التفت طالع، هدى خطوته وقال لي ليه متى، هدى خطوته قال لي ليه متى، طلع دبلته هو طلع دبلته، طلع دبلته طلع دبلته، خلاني أرد لأول الشارع، خلاني أرد لأول الشارع، يولع الشارع، ليه مر الحلو ليه مر ما يبقى الحلو بشر وعيون ما تطالع، ليه مر الحلو ليه مر الحلو ليه مر الحلو يولع الشارع، ليه مر الحلو ليه مر الحلو ليه
سواليف مع أحمد الحامد، خالد عبد العزيز ومنال على روتانا FM. سواليف. اهلا بكم، نواصل برنامجنا سواليف. واليوم معنا في الاستديو خالد عبد العزيز، احد نجوم اليوتيوب، احد نجوم الكوميديا عبر اليوتيوب، صاحب برنامج انا ابخص. في واحد يقول لا تتريقون على منال وصححوا لها، ابخص مو ابخس. ما كنت ابخس، يبقى ما قال شو اسمه، بالعكس هو بيتريق ترى. طيب عادي، مقبولة منك. مقبولة منك. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. اهلا هلا والله. مين معنا؟ معك عبد الله منصور. هلا يا عبد الله. هلا والله. حياك الله يا عبد الله، وشلونك؟ تمام. اليوم معنا خالد عبد العزيز يا عبد الله، ضيفنا. اي معروف خالد. تفضل. انا ودي اوجه له سؤال. تفضل حبيبي. تفضل خالد، ليش انت نحيف؟ هذا السؤال يبغى له شرح مطول. طيب احنا قاعدين نسمع، يلا. لا صعبة من مكان ما يسمح لي اشرح لك. والله انا السؤال يهمني بعد، ومنال يهمها. لانه بيصير عاطفي شوي الموضوع ترى. والله بيصير حزين. ليش انا فت بالموضوع بلا ما اعرف؟ انت مرأة، كلكم يهمكم الموضوع. طيب اخوي عبد الله، حاب تضيف شيء؟ لا بس سلامتك، الله يعافيك. شكرا يا اخوي، يعطيك العافيه. يلا بدي اعرف ليش انت شكرا حبيبي. يلا. في اتصالات؟ طيب لا هلا مصرة. طيب بعد الاتصال. الو يا هلا ومرحبا، مين معنا؟ الو هلا حبيبي، تفضل. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكم فارس العتيبي من مكة المكرمة. ونعم والله يا فارس، حياك الله. ما عليك دول. تفضل اخوي فارس. بصراحة أنا سمعت في البداية أول الحلقة شيء إبداع. أنا برنامج أنا أبخص يعني بصراحة أبدع فيه أخوي خالد. حبيبي تسلم. الله يعطيها العافية إن شاء الله. الله يعافيك. برضه في بما إني آخر شيء توصلت سمعت صوتكم إن شاء الله، أحب أسلم عليكم. أحب أهني أخوي محمد العتيبي وأقول له الله يتمم على خير إن شاء الله. آمين يا رب. وبرضه فيه ملاحظة وتنبيه بسيط. فيه حاجات سير على قولة أخواننا السوالية. إيه؟ على طريق العوالي العزيزية في مكة المكرمة، على طريق الجامعة. في عجعة على قولك. شكرا يا فارس. شكرا لك. الله يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. طيب شوف بعض المسجات يا منال. يلا. لا شكلهم الشباب اللي عم يبعثوا لنا مسجز اخذوا وجه على خالد كتير. في حدا عم بيقول له عم بيقول لنا السلام عليكم مساء الورد. سؤال، حدا منكم عاد كم مره ضيفكم الجميل قال الزبده؟ انا صراحه عديت. انا شريره بطبعي. بالجمله اللي مرقت وقتها كان عم بخبرنا خبريه قالها 5 مرات. 5. وكنت وجيت بعدين بدي اقول له انه شو رايك البرنامج الثاني نسميه الزبده، لانه عجبتني الكلمه. حلو وكيل لانك الزبده. شكرا يعني. طيب فيها مسج يقول شكل الخالدين مروعين هم صغار، ما ادري شوفوا تاريخ الطفوله بين قوسين فوبيا الطائرات. ترى مراسلتكم ما عمرها ركبت طياره لنفس السبب، كله بر ولا بلاش. تحياتنا لك يا ساميه. انا والله بدت معي فوبيا من سامية وخالد لازم نخصص لكم حلقه، جيب لكم دراسه هيك من تحت 9 أرض تريحكم من موضوع الفوبيا. خبرنا خالد، انت ليش خفت من الطياره؟ كنت عم تحكي شيء وانا قطعتك، اسف. برضه موضوع مأساوي يعني، رحله معينه من بعدها بدت عندي الفوبيا صراحه. ممكن هي يكون تبدا فعلا على كلام خالد، تبدا بحادثه مثلا، مطبات هوائيه قويه والواحد يخاف فيها، تصير عنده
انا اتذكر انا يعني سافرت كثير. مره اتذكر كان في مطبات هوائيه قويه سببت لي شويه خوف في الرحلات مثلا خلينا نقول 6-7 بس بعدين لا تجاوزتها. لا انا مو مطبات شيء يعني اقوى بكثير من المطبات. كان يعني موعد الهبوط تاخرنا عليه 3 ساعات وشوي. كان وضع مرعب يعني. انا احيانا في الطياره مثلا واحد يستذكي اذا صارت مطبات قويه مثلا بسبب الجو، ادور المضيفات والموظفين اذا شفت وضعهم طبيعي مستفهلين اقول هم ابخس. طبعا هذا شوف هم عارفين ايش الوضع. لكن ذاك اليوم شفتهم متربطين وقاعدين قلت لا الوضع مو طبيعي. ما اغمى عليك؟ لا بس كان الوضع يعني في الطياره فعلا ما تسمع الا صوت بكاء وقران وصراخ. اي كان مرعب الوضع. لا وأنا مرة صار معي هيك موضوع بس ردة الفعل تبعي اجت على المضيف. يعني ما بعرف ليش حسيت انه انا لازم استفزه لألو. صرت عم صرخ عليه عمله انت اهبل ليش عم تخوف العالم؟ ما انت لازم انت تكون مرتاح. وهو مرعوب المسكين يمكن شكله بعد عنده فوبيا. هذا يدل ان شخصيتك قيادية ترى. ايه شخصيتي انا اوف الحمد لله الله. فانا دائما ما التهيت بحالي ولا شو بده يصير. دائما عم اقول للمضيف انه ممكن لو سمحت بس انت تروق لحتى فهمنا شو ممكن يصير. هو خايف المسكين عم يرجف رح يموت. وانت شايله هم الناس شمعة يا طبعا ما شاء الله عليك. الله ما شاء الله. في بس بدي احكي كلمتين صغار عن اختراع جديد ستارة إلكترونية لتفادي مخالفات ساهر. أول شيء بدي أقول إن إحنا عم نقول هذا الخبر أبداً مش للتسويق لهذا الموضوع لكل الناس اللي انبسطوا. أنا بدي ألفت النظر على هذا الموضوع لأنه تداولوه كتير من المواقع التواصل الاجتماعي. يعني نحن مش نحن اللي فتحنا العيون على هذا الاختراع. هو مقطع فيديو تم نشره مؤخراً على موقع يوتيوب يظهر ابتكار طريقة جديدة لتفادي كاميرات نظام ساهر. هيدي الطريقة ستارة بتنحط على لوحة السيارة. في عندها كبسة لما توصل عند يعني بتسوق بسرعة خيالية مثل ما الشباب اللي عنا باستوديو ممكن يكونوا عم بيسوقوا. فأنت هيدي الستارة بفقسة وحدة يتم إسدالها على نمرة السيارة أو على رقم المركبة لحتى بواسطة ريموت كنترول. فساهر ما بيقدر يلقط رقم السيارة. هي ستارة بلاستيكية بتتركب على اللوحة. والله إن شاء الله ما تنتشر. إن شاء الله ما تنتشر. وأنا بدي أقول لكل اللي عم يسمعونا لا تقهروا ساهر بالستارة الإلكترونية. بالعكس أقهروا ساهر بالسير بتمهل بالسير بانتباه لحتى تديروا بالكم على حالكم وعلى العائلات اللي موجودة معكم بالشارع. من المشاكل اللي حاصلة إنه يعني الله يكفينا الشر وكل المستمعين. البعض يعتقد أن الحوادث تصير مع الآخرين ما تصير معه بالضبط. لذلك يسرع وكذا وهو سويق وهو باتمان وهو أحسن واحد. والله أهم شيء هو أبخص. هو أبخص بالضبط. وأهم شيء الناس اللي راعيين هذا الموضوع يحاولوا إنه يسحبوا هذا الاختراع من السوق لحتى ما ينتشر وبسببه يصير في حوادث ونكون تأخرنا على إنه ندير بالنا. والله ان شاء الله مثل انا قبل شوي حتى جاني في الواتساب صوره يقول لك اذا الحزام الامان يزعجك عشان اذا من في الصوت اختراع بعد مثل ملقط بتحطه بالضبط وتحط. يا جماعه ترى هذا المصلحه مو انه اختراع صيني بعد. لا هو الحزام الامان ويوزع واحد من الشباب يوزع يقول ترى موجود. منه زوايد بالسياره. هو شيء من اساسيات السواقه عندنا بس بالعالم العربي. هو بنعتبره نحن شيء زايد يعني انه بس تعمل توت السياره بتزعجنا. لا مش مفروض. هذا شيء انت اول ما تطلع اول شيء مفروض تعمله يا استاذ ابو عبد العزيز تحط من بعد اذنك السيت بيلت. والصور اليوتيوب اللي بتحطهم على التويتر والكيك اللي بتصور حط السيت بيلت لسلامتك. انا كل صوري رابط الحزام. وانت واقف. انا والله تعودت اول مره ابو ولد رابط حزام البنطلون على فكره. هو لابس شورت مثل هذا طلعوه من زمان بلبنان. شورت عليه واحد اسود هيك. اي رسمه عليه رسمه سوداء. في كتاب حلو اسمه تاكسي. هذا عباره قريته ابو وليد؟ قريته اللي في مصر يتكلم عن سائق تاكسي رائع. الخميس نسيت اسم الكاتب. المهم كاتب معروف هو بعد يتكلم عن طبعا هو قصة الكتاب انه شخص دائما يصعد تاكسي ويتحدث مع صاحب التاكسي السواق وياخذ زبدة الموضوع حكاوي ونشرها في الكتاب. يمكن في 50 أو 60 حكاية داخل الكتاب. من ضمنها طبعا هناك في مصر اللي ما يحط حزام الأمان يخالفونه.
اوكي بس اللي يسرق 10 مليار لا. فالحبيب سواق التاكسي توهم مخالفينه، مو حاط حزام الامان ومعصب، يقول احنا كلنا عارفين ان الحزام الامان ده كذبه وحاطينه عشان الحكومه تاخذ مخالفات من الناس. بس يعني هم فعلا قاعد يقول. طيب انا بدي اسال خالد. خالد بما انه بعد الفاصل بس بدي اساله، بما انه هو بخاف من الطياره وعنده فوبيا من الطيران، عنده فوبيا من السواقه بالسعوديه ولا لا؟ ولكن بعد الفاصل. ليش بعد الفاصل؟ ما عندك فاصل؟ أنا عندي فاصل. أنت صار لك ساعة بتأشر لي وعامل فيها كلاون. هلأ أنا بدي أقول على الهوا وما تركت إشارة ما أشرت وبعدين تقولي ليش بعد الفاصل. طيب ما تطلع فاصل، خلي جاوب خالد من بعد إذنك. يلا. عندي فوبيا أنا ترى من السيارة، يعني برضو خواف أنا أصلا طبيعتي، يعني صار لي حادث وزي كذا. عموما احنا ما نتوب أصلا إلا لما يصير لك شيء، يعني لازم يجيك مطبات هوائية زي الأخ هذا أو يصير لك حادث يعني. فأنا خواف يعني. السواقة عندنا بالتحديد تخوف. إيه صح؟ حبشة. حبشة. العالم في سباق مع الزمن. في سباق. 90% منهم فاضيين أصلا. لا تحس فيه تحدي في الإشارة. لما تفتح لازم يصير الأول، هو تحس إنه قيادي، ما أدري الإشارة الثانية ما أدري ليه. طيب راح نسمع أسماء النور صافي وراجعين، خليكم معنا. روحي لا باغي تمشي واليوم تغير كل شي. اسكت حتى كلمة صافي. كان قلبي معك صافي واليوم تبدل كل شي. روحي لا باغي تمشي واليوم تغير كل شي. روحي لا باغي تمشي واليوم تغير كل شي. صافي 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 اسكت حتى كلمة صافي. صافي صافي كان قلبي معك صافي. صافي صافي اسكت حتى كلمة صافي. صافي صافي كان قلبي معك صافي. روحي لا باغي تمشي واليوم تغير كل شي. وصافي صافي 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 اسكت حتى كلمة صافي. صافي صافي كان قلبي معك صافي. صافي صافي
سواليف مع أحمد الحامد، خالد عبد العزيز ومنال. سواليف سواليف. أهلا بكم. وصلنا إلى الجزء الأخير من برنامجنا سواليف، وما زلنا نستضيف اليوم في فقرة نجم الظهر خالد عبد العزيز، أحد نجوم الكوميديا في اليوتيوب. خالد، كثير من زملائك بعضهم انضموا إلى شركات وأخذوا الموضوع بصورة احترافية، البعض من عندهم يعني بدأ يستقطب شركات الإعلان عشان يستمر العمل، وأيضا يكون في إنكم يعني دخل للاستمرارية وأيضا للفائدة. أنت شنو اللي توصلت له في الموضوع هذا وبعد ما حققت نجاح؟ أنا في البداية كنت أشتغل تقريبا بشكل يعني فردي، أنا وصديق المخرج ماجد العيسى. بعدها انتقلنا إلى شركة بورت 8، طبعا انضمينا لها، وشركة في يعني تجمع كثير من المبدعين. اسمح لي ابغى اسالك لانه انا مراقب الوضع يعني حلو. كثر. قبل ما تروح لبورت 8 كنت مع لكجري، يعني اذكر تقريبا 5-6 شهور كنت معه، ما شفت لك ولا فيديو. وش السالفه؟ هذه فترة ولا بيتكلم عنها، يعني ما خلاص انتهت، يعني كانت فترة ومرت خلاص. لا تعليق. في مشكلة يعني إلى حد ما، يعني ما تحب تخوض في الموضوع. ما أحب. طيب بورت 8 الصراحة مكان جدا جدا مريح، ومكان يعني خاص بالمبدعين الصراحة. شوف، أنا بقول لك على شيء، إن شاء الله أنه هو هذا المكان يكون خاص، وإن شاء الله أنه يكون بيرفكت، يعني يكون رائع إن شاء الله. شوف، لا تمدح كثير كثير عشان تخلي لك درب ردة، تصير بينكم. خبرة السنين تتحدث. أبخليهم يزودون لي الراتب. طبعا هاشتاجنا لليوم هو أنا أستغرب من. أنا بدي أسأل خالد، من شو بيستغرب بحياته؟ يعني بيستغرب أول شيء بحياتك الشخصية، وتاني شيء بمجتمعنا. مجتمعنا يعني أستغرب الصراحة من كل شيء جديد ينقد. يعني النقد عندنا خلاص ملينا. ما حد عجبه شيء، ملينا. يعني كل شيء، أي شيء جديد لازم ينقد، بعدين يطيحون فيه فجأة كل الناس، يصير شيء كشخة موضة يعني. هذا الشيء الصراحة من الأشياء اللي تستفزني أنا دائما. جميل. وبحياتك الشخصية بعد مثلا بتقول أنا أستغرب من أنه مثلا استغربت أنك صرت مشهور، استغربت أنه صار عندك برنامج، ولا كنت متوقع هذا الشيء، ولا مستغرب أنك حاس حالك أنك بعد ممكن توصل للنجومية أكبر؟ شو الشيء اللي خليك تستغرب بحياتك؟ استغربت الصراحة أني قررت وعزمت بهالنقطة، يعني هالقرار هذا استغربته يعني، وصار لي نقلة في حياتي تقريبا، يعني تغير الوضع يعني عندي، فهذا استغربته الحقيقة. جميل. الحمد لله. أنا أستغرب من الحلقة اليوم لسبب أنه خالد وأبو متعب، قصدي أبو عبد العزيز، حتى ما حدا يفهمني غلط، اليوم مهدين اللعب معي. يعني أنا أشكر وجودك يا خالد. واسطة هيدا استغرابي من الحلقة اليوم. أنت كنتي منطقية اليوم، ما شطحتي. فعلا يعني بس ممكن واحد خبر واحد بس كان لا شيء يبرر الاستقعاد في شيء أنا بحاجة له مرات، أنه بشطحاتي وبرر شطحاتي بأنه لازم استفزكم مرحلة ما، لازم شوف فيكم الوجه الآخر. بس ما عندك جواب صح؟ أنا ما ركزت صراحة. عاد قلت منيح إنك ما ركزت. لأنه قاعد أحضر أغنية زمان عنها، فأنا آسف ما ركزت. بس في حسن المطيري عشان ما يزعل علينا من حفر الباطن، يقول 5 مليون كبيرة. أنا كل العاملين عندي بالمؤسسة من الأخوان المصريين، يقول لي ما تقرون رسائلي. بالعكس يا أخوي حسن، احنا نتشرف بمشاركاتك وحياك الله معنا دائما. قبل ما نختم بس نبغى ضيفنا العزيز كلمة توجهها لمستمعين إذاعة روتانا FM. والله أحب أشكرهم على الاستماع، وأتمنى أن يكون ضيف خفيف، وأحب أشكر روتانا FM على الاستضافة، وأشكركم أنتم جميعا يعني على الاستضافة. جميل. معنا بعد دقيقة أسأل فيها سؤال. ايه تفضلي. ايه بدي اسال خالد، شو في شيء بحلقتنا اليوم حسيت انه استفزك عبالك تنقده؟ يعني ممكن مثلا بعد شيء اسبوعين نسمع فقره على يوتيوب عن برنامج سواليف. لا اللي استفزني انه ما هجموك.
لاني متحمس لهالفقره انا. فاذا انت لازم تحضرنا بحلقه جايه يكون في ولعان الحرب بيناتنا وتنقدنا على اليوتيوب. حابالي اشوف اشكالنا شو انتقاد. فيك تنتقد هيدا الشيء بعد. انت عندك حاله معينه نسيت اسمها، بكره بجيب اسمها بالضبط وبتكلم عنها. اي خالد جبتها وتوصلت للمعلومات والدراسه. اي معلومات هذه حقت الحاله اللي عندها. هذه عنده والله عندها انت مش عارف عن الموضوع. لا احنا تكلمنا مع بعض بس هو قال لي حاله معينه فعلا انا نسيت اسمها. في شوناسيه حاجه زي كذا. انا بكره بتاكد بجيبها. شوف سبحان الله كل الاشياء اللي عندي غريبه. فن شساسيه ولا شو ما كان اسمها غريبه. هي نوع من انواع المرض. اعطيتكم عين عادي يعني شوف ضلينا قاعدين عاقلين لحتى ما ينتقدنا. ضليت والله يا منال انا بكره اجيب لك اياه بتقولين هذا يتكلم عني انا. طيب عاد في شوناسية حاجة زي كذا. شوف حتى شغلت بال العلماء. هي تدرين وش يعني باختصار يحب ان الشخص يعيش في دراما وانه مظلوم. انا احب اعيش في الدراما. نعم هذا اللي حاصل. نعم هذا اللي حاصل. لكن عموما خلينا نطلع زمان عنها بلا ما نطلع زمان عنها. اليوم من اختيار الضيف خلينا نسمع اليوم وش محضر لنا خالد عبد العزيز في فقرة زمان عنها. لازم تقول اسمه. زمان عنها. زمان عنها. سواليف زمان عنها. طبعا الأغنية اللي اختارها لنا ضيفنا العزيز خالد عبد العزيز السمي جدا. أغنية عبد المجيد عبد الله موطن وميلاد عام 95. كلمات بدر بن عبد المحسن، ألحان عبد المجيد عبد الله. أشكرك على الاختيار اللطيف حبيبي. أغنية من كلاسيكيات عبد المجيد فعلا. اختيار جدا جميل أخوي خالد. احنا شاكرين لك جدا على وجودك معنا اليوم في البرنامج. شكرا. امتعتنا وفعلا يعني انت دمك خفيف في البرنامج ودمك خفيف في برنامجنا اليوم ايضا يعني بطبيعتك. حبيبي. اتمنى لك التوفيق والنجاح وان شاء الله يعني دائما تكون متألق وايضا تقدم الماده اللي تفيد الجميع وتفيد مجتمعك وبلدك. تسلم يا ابو وليد. شكرا حبيبي. شكرا لكم. وانا من عندي بس بدي وجه تحيه لمستمعين سواليف ولا مشاهدين انا ابخاص واقول لهم ان شاء الله نكون هيك اليوم مرقت الحلقه حلوه على قلوبكم. شكرا لخالد عبد العزيز الضيف وشكرا لخالد عبد العزيز المذيع. لابو متعب مشكور جدا. سيف وهدى، سيف من الهندسه الصوتيه وهدى من الاعداد. بنشوفكم بكره بحلقه المسابقات لحتى شكرا لك ايضا يا منال. شكرا واللغز بكره واسئله بكره ومسابقات. كل اللي وعدهم ابو متعب بهذا الاسبوع يتصلوا علينا بكره لشوف لمين بده يلحق يعطي جوائز. نلقاكم بكره ان شاء الله الساعه 1 مستمعين. عبد المجيد باي باي. بعيني تغيب الشمس وتشرق بعيني، في ناظري للشمس موت وميلاد، لليل في دمعي سنة نجمتاني، وللصبح في جفني شفق هم وسهاد. عيني تغيب الشمس وتشرق بعيني، في ناظري للشمس موت وميلاد، لليل في دمعي سنة نجمتين، والصبح في جفني شفق هم وسهاد. كن السهر درب عليه بتجيني، ولا ودي اقطع درب، لا ودي اقطع درب لا ما اكبر قاد، يلي جميع الناس بينك وبيني، كل لحظة ابى انتظر، كل لحظة ابى انتظر منك ميعاد. كن السهر درب عليه بتجيني، ولا ودي اقطع درب، لا ودي اقطع درب لا ما اكبر قاد، يلي جميع الناس بينك وبيني، كل لحظة ابى انتظر، كل لحظة ابى انتظر منك ميعاد. تغيب الشمس وتشرق بعيد،
عذري لياسي منك انك تبيني، خنت الرجاء وانصنت، خنت الرجاء وانصنت لي عهد وداد، لمصافحك ربي خلق لي يميني، أمدها لك أمدها لك وصل وامدها بعاد، عذري لياسي منك إنك تبيني، خنت الرجاء وانصنت، خنت الرجاء وانصنت لي عهد وداد، لمصافحك ربي خلق لي يميني، أمدها لك أمدها لك وصل وامدها بعاد.